بتقول عاوزة أحكي لكم وأحكي لكل أم إزاي بتنزل وتسيب أطفالها مع خطر كبير جدا اسمه الإنترنت. أنا أم لثلاث أطفال، وأنا وجوزي كل يوم بننزل شغلنا وبنسيب الولاد مع والدتي، وهي ست كبيرة بتحاول على قد ما تقدر تاخد بالها منهم. ابني الصغير ابتدى يدخل على لعبة أونلاين ويتفاعل مع أشخاص من بلاد تانية في اللعبة دي، وأول لما اللعبة دي بتبدأ بتديله عدد من رسائل السماح بالوصول لخصائص معينة، منها فتح كاميرا الموبايل، وهو طبعا بيوافق من غير ما يفهم أي حاجة عشان يبدأ اللعبة. واتفاجئنا إنه وهو بيلعب بتبقى الكاميرا مفتوحة، وإننا كلنا في البيت اتصورنا، وبعدها جات لنا رسائل على التليفون بالصور وبيطالبنا بتحويل مبالغ، والأهم إن هو بيهدد إن هينشر الصور لو إحنا ما دفعناش. إحنا طبعا بلغنا وبنتابع الموضوع، وسحبت الموبايل من ولادي. مشكلة بقى دلوقتي إن جوزي بيتهمني إن أنا اللي قصرت في متابعة أولادي، ورمى كل المسؤولية واللوم عليا أنا بس لوحدي، وطلب مني أقعد من الشغل. أنا رفضت، مش عارفة أعمل إيه. أرجوكم محتاجة نصيحة ضروري جدا، ده سؤال مهم جدا يا ريت تجاوبوني عليه. وبالفعل هو سؤال مهم جدا وموضوع مهم جدا هنطرحه النهارده ضمن أسئلة تانية كتير مع فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا وعليكم بحضرتك. السلام، أهلا وسهلا. زي ما بنقول في حاجات ليها إيجابيات، في حاجات ليها سلبيات. من ضمن الحاجات دي الإنترنت اللي هو منتشر دلوقتي في كل حتة، كبار وصغيرين مش مفرق بين أي حد. الفكرة بقى في استخدامنا ليه، احنا بنستخدمه ازاي، وخصوصا الأطفال. هل مشكلة زي دي هي فعلا أثرت في حق أولادها وما تبعتش وسابتهم لحد ما وصلوا المرحلة اللي هم فيها؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أكبر فترة احنا في حالة إهمال للتربية وعدم المراقبة الجيدة هي هذه الفترة. صحيح. يعني خدي كده لسنوات عدت مش قادرين نقولها كده، بس متفقة هي معاك جدا. أكبر فترة. الإهمال لمتابعة الأولاد الكبار سبب الإدمان وسبب الانحراف السلوكي في أشياء كثيرة جدا. هيك ما كناش أبدا نتوقع أن الإنترنت والمواقع الغير طيبة بالمرة، المواقع السيئة المنحرفة، تتسبب في إيذاء الأخ لأخته. صحيح. بدنيا. صحيح. شفنا حالات، يعني الحقيقة مش عايزين أنا مش عايز أقولها عشان الناس هتتعب نفسيا فعلا، بس تعبنا نفسيا لما نشوف البنت بتؤذى من أخيها وعمالين يلفوا حوالين نفسهم. هو ده حصل إزاي وإمتى؟ وبعدين لأنه شيء غير متوقع. ما هو مش متوقع. وبعدين يكتشفوا إن هم سابوا تليفونات الولاد لسه سن 14 و15، سايبين التليفونات، مفيش مراقبة، عمالين يشوفوا مواقع، فشافوا مواقع فطبقوا بعض الحاجات اللي شافوها مع بعض. للأسف احنا في ورطة كبيرة جدا، وللأسف مش قادرين أبدا نحد من الموضوع، ولا عارفين نتابع ولا عارفين نتحكم. احنا بنشوف يعني نكد في البيت ومشكلة بتقوم، وجات لنا حاجات زي كده في دار الإفتاء لما الراجل يقفل على الإنترنت شوية الدنيا بتقوم ما بتقعدش. طبعا. يعني ده الوقت لما بيخش بيسألوا لو حد ضيف يقول لك هو في ممكن الباسورد. طبعا. باسورد ايه؟ وفي ايه اللي حصل؟ كنت لسه من كام يوم مع حد واتطرح موضوع الموبايلات اللي بعدتنا عن بعض، مش قربتنا من بعض خالص بالمره. انه هو قاعد في البيت مش عارف يشوف ولاده، فبيقول لي بتيجي الساعه 12 اروح فاصل الانترنت في البيت، الاقي كل اللي في الاوض خرجوا ويجروا على بره. فدي الوقت اللي انا بشوف ولادي فيهم. الحقيقه احنا بنبهدل، احنا مش بنسيء، ده احنا بهدلنا نفسنا بالفعل لما اهملنا مراقبه هذه الاشياء. فده تتوقعيه انا اتوقع اكثر من كده، وانا قلت لحضرتك الاكثر من كده اللي مش عايز اصرح بيه للاسف. طيب الحل يا جماعه يبقى كل حاجه لها نظام. اراقب وقت معين انت بتفتح النت ليه،
ليه؟ ايه فايدته دلوقتي؟ بتسمع ايه فيه؟ اشوف ابني بيسمع ايه، اشوف بنتي بتسمع ايه. محتاجه في المذاكره ذاكر، محتاجه في شيء مهم بحث علمي اتفضل. اما محتاجه للكلام الفارغ اللي بيؤدي الى مثل هذا واعظم من هذا، فلا طبعا. ده احنا جات فترة كنا بنتكلم على الأفلام الكرتون للأطفال، إننا برضو حتى لو أصل في بعض الأمهات تفتح التلفزيون أو تفتح أي حاجة وتجيب أي فيلم كرتون وتسيب ابنها قدام فرحان. التلفزيون عشان تخلص اللي وراها. لكن حتى أفلام الكرتون فيها مسجات بتوصل للأطفال ممكن تكون مؤذية ليهم جدا. في كتاب قديم، يعني الكتاب ده صادر من حوالي أكتر من 25 سنة. كتاب لكاتبة أمريكية اسمه الأطفال والإدمان التلفزيوني. فهي كاتبة كده ترجمة على الكتاب من بره، بعد ما اتكلمت عن الآثار السلبية، كان لسه التلفزيون كمان، الآثار السلبية لكثرة مشاهدة التلفزيون، وجايبة إحصائية بأن الطفل العربي هو أكثر الأطفال جلوسا أمام التلفزيون. وجابت يعني إحصائيات بأن ده قتل عند أبنائنا معاني الثقافة. طبعا ما فيش كتاب بيتقري. لا، وعلى فكرة في سن معين للأطفال بيأخرهم في الكلام، لأن هم طول الوقت بيستقبلوا ما بيرسلوش. فكل أم خلي بالك كويس جدا من أفلام الكرتون اللي ابنك بيشوفها، تابعيها وتفرجي عليها كويس قوي، لأنها فيها مسجات هو هيمتصها بسهولة جدا. خلي بالكم من الإنترنت لأنه خطر فظيع على الكبار وعلى الصغيرين. هي دلوقتي جوزها عايزها تقعد من الشغل. نعم، ده قرار، ده قرار أسري. يعني ممكن نقول لها اقعدي، البيت أولى، هي تقدر المصالح والمفاسد. أحيانا يبقى في المفسدة اللي هتحصل أعظم من الدخل اللي هي هتجيبه، وأعظم من الساعة اللي هي هتعملها يعني للأسرة. لو ولادها مأذيين خلاص، بعدم وجودها في البيت أكيد ولادك أهم. متابعة والله. الوالد دخله بيكفي ورصيده بالظبط. بيكفي وكل اللي عنده بيكفي الأسرة. أنا شايف مراعاة الأبناء في هذا الزمن أولى. صحيح.